السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في مطبخ نورا المغربي. ومع اقتراب عيد الأضحى ضروري ما نوجدوا الحلوة ديال العيد، الحلوة الصابلي بريستيج اللي تتجي اقتصادية وفي نفس الوقت هموية وما يتقلصلكش نهائيا في الفران، تيبقى على الشكل اللي قطعتيه عليه. وصفة اللي هي سهلة وفي نفس الوقت اقتصادية. خلي الوصفة عندك ضروري ما تحتاجيها إلا كنتي أول مرة ديري الصابلي. ديري هاد الوصفة غادي تنجح معاك من أول تجربة، وغادي نعطيك جميع الأسرار باش ينجح معاك الصابلي وما يتقلصلكش في الفران. عندنا قبيصة ديال الملحة، الزبدة 250 غرام تكون بحرارة المطبخ، كذلك زهرة البرتقال نديرو غير النص فيها، وساشية نتاع الفلو بنكهة الكراميل. هذه ضروري نديرو هاد الإضافة ديال الفلو اللي تعطينا واحد المذاق اللي هو رائع بزاف. الفلو خاصة إلا كان بالكراميل، ما ديروش العادي بحيث تعطيه واحد النكهة اللي هي زوينة ديال الكراميل اللي حنا محتاجينها في الصابلي نتاعنا. كذلك تنزيدو عليها زليفة ما تكونش مملوءة بزاف نتاع السكر كلاصي أو السكر ثقيل، وتنبقاو تنعجنو هكذا العجين تاع الزبده باش تذوب لينا داك السكر، ونحصلوا حتى واحد العجينه اللي تكون لينه. عاد نبداو تنضيفوا عليها الدقيق. كما شفتوا معايا الزبده مع دابا شويه البرد تتحتاج واحد المجهود، ولكن يعني نعطيوها شويه الخاطر، راه دغيا تذوب والسكر كذلك تيندمج معاها. غادي نضيفوا عليها صفار ديال البيضه، وغادي نبقى تنعجن داك العجين مزيان حتى يندمج ليا السكر مع الزبده. كما شفتوا معايا هكا تجي على هذا الشكل. هذا الزبده ضروري خصها تذوب باش هكذا تنحصلوا على الصابلي ديالنا، تعطينا واحد النتيجه اللي زوينه. بالنسبه للدقيق تنبداو تنضيفوه تدريجيا، نحاولوا ما نقصحوش نهائيا العجينه، يعني تنبداو تنضيفوه غير بالكاس. كما شفتوا معايا في الاول راني ضفت الكاس الاول، دزت الكاس الثاني وتنضيفوه هكا تدريجيا، وانا نخلط العجين وفي نفس الوقت راه ما تندلكهاش يعني بالكف ديال يديا. كما تشوفوا معايا راني تنحاول ندخل الدقيق غير بالاصابع نتاعي. كما شفتوا معايا دخل لي الدقيق 3 ديال الكيسان بالكاس ديال العنبه. كما شفتوا معايا عفوا كان خاصني واحد شويه تمن تقريبا 4 كاس زدتو في الاخر صافي. وتنبقى تندخل داك الطحين مزيان حتى ما يبقاش نهائيا تايبان، وفي نفس الوقت ما ندلكوش العجينه. هذا هو اللي تيخليكم العجينه ديالكم او الصابلي ديالكم اللي تدخلوه الفران تتكونوا دلكتوا العجينه. داكشي علاش تيتقلص لكم الصابلي ديالكم. هذا هو يعني سر من الاسرار نتاع العجين ديال الصابلي، خاصو ما يتدلكش نهائيا. وحتى من الا تلقتو يعني شي صابلي بالدلاك خاصكم ما تدلكوش يعني بطريقه اللي هي غلطات، هو حتى المدلك تيخلي لكم عفوا الصابلي ديالكم يكون متقلص لكم، ما تيبقاش واخد نفس لا فورم اللي دخلتوها عليها للفران. كما شفتوا معايا هنا الصابلي الاول او الشكل الاول نتاع الصابلي غادي نخرجوا من هذا العجين ديالنا جوج ديال الاشكال. الشكل الاول كما شفتوا معايا هذا ديال الشكل ديال الباطو، حتى هو تيجي اكثر من رائع. كان عندكم شي شكل واحد اخر مثلا داك السليله او لا، بزاف ديال الاشكال متوفرين ما شاء الله في هكا في عند مالين الحلويات هكذا موجودين ما شاء الله، وباثمنه اللي هما يعني مناسبين. انا اقترحت عليكم هذا الشكل هذا، وراه واخا تشوفوه هكا شويه كبير راه ما تياخذش لكم القوام بزاف، يعني حتى في العماره راه ما تياخذش كميه كثيره، وفي نفس الوقت يجي ما شاء الله الشكل ديالو زوين. كملنا الشكل الاول دخلته للفران، وغادي ندوزو للشكل ديال الطبعه او الحلوه ديال القرقاعه اللي ضروري ما تكون حاضره في المائده ديال الافطار او النهار ديال العيد. حلوه اللي هي زوينه وفي نفس الوقت اقتصاديه. كما شفتوا معايا هنايا كما قلت لكم في الاول، يعني حتى المدلك نتاع ملي تنكونوا تندلكو ما نبقاوش تنديو ونردو، يعني تندلكو من الفوق للتحت او لا من التحت للفوق، يعني ما تنبقاوش تنشدو ونديو الدلاك ونجيبوه. يعني ملي تنجي نهبط راه تنهبط في خطره، وملي تنطلع في خطره، باش هكذا الا بقيتو تديو وتجيبوا الدلاك في نفس العجينه كامله راكم بحال تدلكوها بيديكم، حتى هذا تيخليها العجينه ديالكم تجي مقلصه في الفران. اما بالنسبه للشكل ديال المطبعه هذا اللي تنطبع بها، هي فيها جوج ديال الجهات، جهه اللي تكون سامبل وجهه اللي تكون مزوقه. انا اختاريت هذه اللي تكون سامبل، وانتم يمكن لكم يعني الاختيار، يمكن لكم ديروا حتى اشكال واحده اخرين ممكن. انا اقترحت عليكم هذا الشكل هذا حتى هو يعني تيجي زويون. والوليدات كما تتعرفوا تيبغيو الشكلات ضروري، يعني حتى هما نفرحوهم نهار العيد ونديروا لهم شي حلوه اللي تتكون هكا تتعجبهم. بالنسبه في الطياب كما شفتوا معايا هو طاب وما جاش نهائيا مقلص، تياخذ داك اللوين الذهبي ما يطيبش بزاف. كما شفتوا معايا يعني من التحت ومن الفوق تيكون غير هكذا مذهب وفي نفس الوقت طايب. كما شفتوا معايا الشكل الاول ديال الباطو، عندي هنايا نص ديال اللوز مطحون ونص ديال الكاوكاو، يعني تمن جوج ديال الكيسان
ما بين اللوز وما بين كاوكاو، وانتم ليكم الاختيار. اللي كان عندكم متوفر في الدار كان كاوكاو ديروه، كان اللوز ديروه، اللي كان عندكم في الدار ماشي مشكل. هنا تنزيد داك الفواكه الجافه والعسل كذلك، هذه يعني اللي مصايبه في المنزل تتكون حتى هي مقومه، واحد المذاق اللي هو زوين. يمكن لكم تضيفوا عليها الكلوكوز، ممكن حتى هو ديروه، حتى هو تيعطي واحد المذاق اللي هو زوين وتيخلي داك الفواكه ديالكم يعني تكون متماسكه. اللي كان عندكم متوفر ديروه. انا درت غير العسل، راه بقى يعني متماسك وما يعني ما تيتفتت ما حتى شي حاجه. وداك الالوان يعني او داك الكرز اللي تنزل اللي تيكون هكذايا ملون معسل، حتى هو تيعطي واحد المذاق اللي زوين، وفي نفس الوقت حتى المنظر كما شفتوا معايا درنا غير نص ديال العلبه، وتتجي واحد المنظر فيهم مزيون، وحتى المذاق صافي. وتنبقاو تنعمروا كما قلت لكم، راه ما تياخذش يعني واحد الكميه اللي كثيره، وتيجي ما شاء الله الشكل اللي هو هو كما شفتوا معايا ما شاء الله، ما تياخذش يعني الكميه كثيره نتاع القوام، وتيجي ما شاء الله الشكل ديالو يعني بريستيج هماوي، يعني ما شاء الله اللي هو زوين، ومقادير اللي هي اقتصاديه. واللي كان عندكم متوفر يمكن لكم تزوقوا به. عندكم يعني البيستاج يمكن لكم ديروه من الفوق، لاكاجو اللي كان عندكم متوفر هكا ضيفوه. كذلك شويه ديال الكركاع، طرفه ديال الكركاع يمكن لكم تزوقيه من الفوق. اللي كان متوفر يمكن لكم هكذا باش هكذا تيكون عطى واحد المنظر اللي هو زوين. اللي كان عندك متوفر حتى اللوز ايفيلي كذلك حتى هو ضيفوه. ما كانش عندكم اكتفيوه بداك العماره اللي عمرتوه، راه تتجي اكثر من رائعه كما تتشوفوا معايا. يعني طبيصيل هماوي تزوقي به مائده ديال الافطار نتاع العيد، تاكلوها بالصحه والسلامه. والله يدخل هذا العيد عليكم وعلى وليداتكم وعلى الامه الاسلاميه كامله يا ربي. كما شفتوا معايا راه تيجي زوين بزاف واقتصادي في نفس الوقت، يعني ما تياخذش لينا لا مجهود ولا مقادير كذلك. تابعيه الوصفه من الاول حتى الاخر باش الصابلي ديالك يجيك ناجح من اول تجربه. وصفه اللي هي معتمده عندي شاركتها معكم، نتمنى انكم يعني تجربوها وتخليوا لي ارائكم في التعاليق ان شاء الله. كما شفتوا معايا هذا هو الشكل ديالو النهائي، وندوزو نزوقو الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني ذوبت شويه ديال الشوكولا نوار مع شويه ديال الزيت اولا الطريف هكذا ديال الزبده، ما نكثروش الزيت اولا الزبده. يمكن لكم كذلك باش يعني الا بغيتو الشكلاط يجيكم يعني عاطي اللون ديالو اكثر، يمكن لكم تذوبوه حتى بالماء، ماشي مشكل. ديروه هكذا في الميكروويف اولا فوق الحمام مريم، وديروا عليه شويه ديال الماء وبقاو تتخلطوه مزيان حتى يذوب لكم. كما شفتوا معايا هذا هو الشكل النهائي اللي حصلنا عليه. حلوه بريستيج اولا صابلي بريستيج تيجي هماوي ما شاء الله. يعني المقادير اقتصاديه وتتعطينا واحد الشكل اولا تتعطينا واحد الكاطو اللي هو زوين وفي نفس الوقت هماوي. نوجدوه هكذا ونحمروا به وجهنا نهار ديال العيد، تستقبلوا به الضيوف والاحباب. والله يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والسلامه وعلى الامه الاسلاميه. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم. ما تنساوناش بتعليقاتكم، واذا كنت اول مره تزوري القناه ما تنسايش تفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. وشكرا لكم، وان شاء الله انتظروا الفيديوهات القادمه باذن الله.